برشلونة هيخسر كل شيء لو باع اللاعب ده. علل. برشلونة عندها كنز وموهبة كبيرة اسمها فيرمين لوبيز، اللاعب اللي انا بشوفه احسن من بدري. مين احسن من بدري؟ انت بتهزر ولا ايه؟ لا لا لا، انت ما فهمتش قصدي. احسن من بدري من الناحية الهجومية، لعيب رائع جدا. دايما بقول على فيرمين لوبيز مميز قوي 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 في التحركات. تحركات فيرمين لوبيز من احسن واجمل التحركات اللي انت ممكن تشوفها اللاعب يمارس ويلعب ويستمتع بكرة القدم. ناقص حاجة وحيدة فقط وهو الانهاء. فيرمين لوبيز لو عنده الانهاء بنسبة 99% هيبقى لاعب خارق، هيبقى لاعب مفيش حد زيه، هيبقى لاعب لو انت كبرشلونة عايز تبيعه، ودي هتبقى اكبر خسارة في النادي اساسا، مش هتبيعه اقل من 250 مليون يورو. وانا عارف انا بقول لك ايه، رقم يبان كبير بس على لاعب كبير، وانا بقول لك لو مشي برشلونة هيخسر كتير 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 كتير. لعيب من احسن المواهب اللي انجبتها اللمسية، وشفنا الانهاء عنده بيتطور في مباراة فالنسيا. رائع 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 رائع. تحركات، فينش عنده يتظبط كمان احسن واحسن، هيبقى في حتة تانية خالص. قولوا لنا ايه رأيكم انتوا في فيرمين لوبيز، وهل هو من افضل لعيبة اللمسية ولا لعيب عادي؟